السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أنا كنت نزلت الفيديو اللي فاتت عن الناس اللي عايزة تخسس، وقلت هنزل فيديو المرة دي عن التغذية، والتغذية مهمة جدا للرياضيين رقم واحد، أو لو أنت مش رياضي. رقم واحد هنبدأ عندنا اللاعب الرياضي. لازم أول حاجة تكون أنت مظبط عندك نسبة الأنيميا، نسبة الفيتامينات للجسم، مع نسبة الكالسيوم في الجسم، وبالذات لعيبة الفنون القتالية أو أي لاعب رياضي لأي لعبة رياضية. الحاجات دي مهمة جدا لأي رياضي. لازم ما يكونش عندك انيميا خالص، لان الانيميا هتلاقي نفسك عندك هبوط في التمرين، كسل في التمرين، عندك ارهاق، لو عملت مجهود جامد تحس بدوخه، وبالذات لو نسبه الانيميا عندك قليله جدا ممكن في وقت ما لو مش واكل على مدار اليوم ممكن يغمى عليك. الحاجه دي مهمه جدا للعيبه الرياضيه. طب رقم واحد، لما اكون انا عايز اظبط نسبه الانيميا عندي، لو انت عامل تحليل ونسبه الانيميا عندك اقل من 12.5 يبقى انت عندك كده نسبه انيميا. نسبه الانيميا عندك بتبدا من 12.5 ل 16، ده المعدل الطبيعي بتاعها. اقل من كده انت عندك انيميا. تمام. انا دلوقتي عايز اظبط عندي الانيميا. لو انت عملت عندك تحليل انيميا ولقيت عندك انيميا، هتبتدي تاخد برشام حديد لو الانيميا عندك قليله جدا. لو مش قليله جدا هتبتدي تاخد اكلات فيها نسبه حديد. رقم واحد واهم حاجه، ويا ريت كل لاعب رياضي ياخد ده، هو ايه؟ هو البلح العجوه. بلح العجوه بيرفع الانيميا جامد جدا جدا جدا. رقم اتنين، عندك الموز فيه حديد، التفاح فيه حديد، عندك اللحوم فيها حديد، عندك العسل الاسود فيه حديد. كل ده كده بيرفع انيميا. لو ظبطت نظام اكلك على مدار اليوم، لو انت ما عندكش انيميا عاليه هتلاقي الانيميا عندك رفعت على مدار. اعتبر نفسك الاكلات دي تاخدها بدل العلاج، وده احسن من العلاجات. اللي عنده انيميا لفتره كبيره او الانيميا عنده طويله تحته قليله جامد، لازم ياخد معاها علاجات هتبقى مساعده، يبقى يشتغل الاثنين مع بعض. لو انا بقى الناس المناعه عندها قليله، وده مهم جدا للاطفال الغير بالغين، نسبه اللي عندهم بتبقى واقعه، فاحنا عايزين نظبطها شويه عشان ترفع المناعه عندك، وبالذات للاطفال لازم نظبط ايه الحاجات اللي بترفع المناعه عندي. عندنا فيتامين د، زنك، فيتامين سي، اهم 3 عناصر لرفع الانيميا، لرفع المناعه مش الانيميا. الثلاثه دول فيتامين سي وزنك وفيتامين د. طب الحاجات دي ممكن نلاقيها فين؟ الحاجات دي مهمه جدا لاي رياضي. عندك الزنك موجود في اللبن والجبن، ده الزنك، وفي بعض من الخضروات. عندك فيتامين سي موجود في انواع فواكه وانواع خضروات. فيتامين سي موجود في الفواكه زي الجوافه والبرتقال والاستفندي والمانجا، كل ده فيه فيتامين سي. عندك فيتامين د. فيتامين د موجود في الالبان برضو، وموجود اذا الالبان دي عموما اللي بيشمل اللبن والزبادي والجبن، كل ده موجود فيه فيتامين د. الحاجات دي مهمه جدا. وخلي بالكم الناس اللي عندها نقص كالسيوم ممكن يبقى عنده نقص في فيتامين د، وده مهم جدا، لان فيتامين د هو اللي بيمتص الكالسيوم يوديه للجسم او للعظم. اللي عنده نقص فيتامين د جسمه بيمتصش الكالسيوم بتاعه، فاللي عنده نقص فيتامين د لازم يظبطه. واعرف لو انت لقيت نفسك عندك نقص فيتامين، عندك نقص في الكالسيوم، هتلاقي عندك نقص فيتامين د، لازم تحسنه الاول وبعد كده تاخد كالسيوم. الكالسيوم موجود فين؟ موجود في الالبان، وهو وفيتامين د الاثنين مع بعض، اللي هو طبعا الجبن والزبادي. وكمان الكالسيوم موجود في البلح العجوه، وغني جدا وعالي جدا. وموجود كمان الكالسيوم موجود عندنا في نسب حاجات زي حبة الشيا، موجود فيها نسبة كالسيوم. عندنا ايه تاني موجود فيه كالسيوم؟ عندنا ممكن انا يمكن دول اكتر حاجات فيهم كالسيوم، يعني اللي انا اخد بلح عجوه مهم جدا اكتر من اللبن والجبن. وريت نستحسن نبعد عن الالبان المعلبه البقري لان فيها نسبه ضرر شويه. نستخدم اللبن الحليبي الجاموسي، وده انضف. الالبان العلب بيبقى فيها نسبه بودره ونسب حاجات اضافيه، وبيبقى عليها مواد حافظه تضرب الجسم. فخلي بالنا من النقطه دي، ودكاتره كتير اتكلمت على موضوع اللبن اللي هو فيه نسبه ضرر، وهو اللبن البقري مش الجاموسي. فخلي بالنا من النقطه دي لانها مهمه. بس اللاعب اللي عنده عايز يخلي عظمه بقى يبقى جامد، لعيبه الفنون القتاليه اللي بيلعبوا الضربه بتاعتك تبقى قويه او عظمك قوي، لازم يكون عندك نسبه فيتامين د والكالسيوم مظبوطين جدا جدا جدا. دول هيبقوا مظبوطين من ايه؟ مع التمرين هتلاقي عظمك بينشف، لانك بتلعب الضربه اذا كان لكم او ركل بالرجل، الضربه مع اللعب بتبتدي تظبط الكالسيوم عندك ويبتدي ينشف العظم عندك.
لازم تظبطهم بالحاجتين دول، اللي هو اللبن، الألبان، وبلح العجوة. ولو عندك نقص فيتامين د هيعوض معاك في الألبان. ندي كده كام مشروب طاقة للعيبة اللي بيلعبوا ألعاب رياضية نختم بيهم الفيديو. ايه هما؟ لو عايز تعمل مشروب طاقة، عندك بلح بلبن بعسل أبيض، اللي ممكن تحط بلح بلبن لو لقيت السكريات عالية وانت مش قادر تستطعم كمية السكر اللي فيه. بلح بلبن دي مشروب طاقة. بلح ممكن تحط موز وعليه لبن وعليه بلح، ده مشروب طاقة. دول مشروبين طاقة كويسين جدا. لو انت مش قادر ده تعمل ده كله، ممكن تعمل موز باللبن مشروب طاقة. ممكن تعمل البلح العجوة لوحده مشروب طاقة. العسل النحل لوحده دوت مشروب طاقة. دي كده مشاريب طاقة مهمة جدا للعيبة الرياضية، ممكن ياخدوها قبل التمرين بساعة، هتفرق معاك جامد جدا في التمرين. ما تنساش تعملي لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.